السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا الايام دي ايام مولد النبي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اليوتيوب كله يا جماعة مقلوب على حلاوة المولد والحمصية والفولية والجوزية والقشطة وكله. بصوا في سباق، احنا في سباق دلوقتي على حلاوة المولد. نسيوا ان احنا اصلا زمان كنا هو طبق الرز بلبن. طبق الرز بلبن ده اللي كان بيلف على الحبايب، كان كله بيعمل رز بلبن، ودي تاكل الرز بلبن بتاع جارتها ودي تدوق ويدوقوا بعض ويدعوا لبعض وربنا يجعل سنتكم لبن وايامكم لبن. بصوا الدعوات دي بجد تقريبا هي اللي كانت بتفرق معاهم اصلا، وهي اللي كانت مخليه ايامهم كلها خير وبركه. بصوا احنا عايزين نحيي الحاجات دي، نحيي آه، المواسم الجميله بتاعت الناس الجميله بتاعت زمان دي. محتاجين والله يا جماعه، احنا محتاجين ندعي لبعض. احنا في ايام صعبه قوي، محتاجين دعوات بعض. انا هقول لكم النهارده ان شاء الله احنا هنعمل الرز بلبن ازاي. هيطلع معاك وشه مكرمش كده بعد ما تحطه طبعا في التلاجة. لازم عشان يطلع معاك الوش ده لازم يبات في التلاجة. هقول لكم هتطلعيه كريمي ازاي بطريقه احسن محلات في البلد، واغلى طبق رز بلبن هتاكليه هو اللي انا هقول لك عليه ده. قبل ما هبتدي، انا اسمي منى غيث ودي قناتي. نبتدي ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل على محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل على محمد واله وصحبه اجمعين. كميه الرز طبعا يا جماعه انتوا مالكوش دعوه بالكميات، انا هقول لك انا عملت كميه قد ايه وانت حابه تزودي زودي. بصي يا ستي، انا نزلت في حله كده على النار بكوبايتين من الرز. بالعيار الكوب المعياري المقاس الكبير اللي هو 250 ملي اكبر حجم. كوبايتين رز مش بنقعه، بنزل بيه كده على النار، ونزلت عليه بكوبايتين ونص من الميه وسبته كده على نار وسط. غلى، وبعدين رحت موطيه وسبته يستوي ويتشرب وينشي زي ما انت شايفه كده. انا عايزاه ينشي كده بالظبط ويستوي تماما. بس في نقطة، اوعي الحلة بتاعتك تاخد لدعة من تحت. انا مش عايزة اي لون حاجة محروقة تظهر في الرز بلبن. ده رز بلبن يعني المفروض يبقى ابيض كده، يعني حتى لو لقيتوا الرزاية اللي فيها النقطة السوداء دي لازم تتشال. مش هقولك ان عادي، لا لازم يبقى ابيض ناصع زي ما انت شايفاه كده. وكنت انا بغلي اللبن اللي انا بنزل بيه ده لبن مغلي. ده كيلو من اللبن. تمام. لو انت حابه تضيفي عليه على كيلو اللبن كوبايتين ميه كمان، ضيفي عليه كوبايتين ميه كمان، مش مشكله خالص. انا هقولك على ايه اللي بيعزز الطعم ومش بيخلي ان يبان ان انت عامله ميكس ميه ولبن، وهيطلع معاكي تحفه ومزبد وقشطه وزي بتاع المحلات هم بيحطوا كده. ده هم كمان ممكن يحطوا كوبايتين لبن وعليهم كيلو ميه يعني العكس تماما. هو احنا طبعا بنعمل كده لان احنا عاملينه للبيت، فعادي احنا بنعزز الطعم وبنعزز الخير اللي فيه، لان اهل البيت اللي هياكلوه والجيران والحبايب بقى وكده، وكل سنه وانتم طيبين. فانا بقول لك على حاجه، لو انت حابه تعملي مشروع حابه يبقى فيه دخل منه، انت ممكن تعمليه كده وبيطلع تحفه يا جماعه. ومش هيبقى من ناحيتك تقصير برضو نهائي. انا بقول لك على حاجه، اصحاب المحلات اللي احنا اصلا بنتجنن على طعم الرز بلبن بتاعهم. الاضافات بقى اللي انا نزلت بيها على الرز بلبن، انا نزلت بمعلقتين كده من قشطه وش لبن. قشطه بلدي يا جماعه، ده اختياري. ونزلت بالفانيليا ومج من السكر، كوبايه من بتاعه الشاي كده، وبعدين هدوق لو احتجت ممكن اضيف كمان. واللي انا بضيفه بقى المعلقه الصغيره ده قصنص اللبن. انتوا عارفين انا مش بستغنى عنه في اي حاجه فيها منتجات البان. لازم قصنص اللبن ده بيدي معاكي ريحه، بيغنيكي عن الكريم شانتيه وعن اللبن البودرة. مش بتحطي بقى اضافات كتير، هي معلقه صغيره من اسانس اللبن. طبعا الكميه بتزيد حسب كميه رز اللبن اللي انت عاملاه. انا طبعا مهديه النار كده وشغاله بايدي وبطبخ بقى الرز مع اللبن. بصي الرز كل ما هتحطي له هيشرب لبن وهيشرب ميه ومش هيقولك لا. كل ده احنا شغالين وبنقلب وبنحط الاضافات بتاعتنا وبنقلبه كويس، واهم حاجه ما يبقاش فيه قاع تحت. تمام. دقت بقى انا بعد كده السكر بتاعي لقيته محتاج سكر، فنزلت بربع كوب من السكر. انا نزلت شويه بشويه الاول زي ما انت شايفه، وبعدين رحت نازله بقى لقيته لا خد. وعلى فكره كان طالع السكر بتاعه مظبوط جدا.
تمام. فانتي برضو شوفي السكر بتاعك انتي، لان طبعا في سكر بتلاقيه بيحلي قوي، وفي سكر مهما تحطي مش بيحلي. فانا خد مني كوبايه وربع من السكر. طبعا احنا قلنا في الاول احنا نزلنا بمجين من الرز وعليهم كوبايتين ونص من الميه، طبخوا مع بعض، ونزلت عليهم بكيلو من اللبن ومعلقتين من قشطه وش اللبن والفانيليا والسكر، مج وربع من السكر ومعلقه صغيره من قصنص اللبن. طبخنا كده الرز بلبن بتاعنا على النار يا جماعه. طبعا انتوا دلوقتي بتقولوا ايه يا منى انت ما حطيتيش نشا ليه؟ طبعا احنا عملنا قبل كده الرز بلبن بتاعنا يوم الفيديو بتاع القشطوطه، ويومها قلت لكم انا مش بضيف نشا. انا مش بضيف نشا يا جماعه على الرز بلبن، انا بستكفي بالرز بتاعي بينشي، فانا بستكفي بالنشا بتاعه. تيجي بقى واحده تقول لي ايه ده انا بعمل الرز بلبن وبلاقيه في الطبق زي الخشبه، منشي ومش حلو ومش كريمي زي بتاع المحلات. ايوه يا حبيبتي، لان انت حاطه فيه نشا ذره، احنا مش محتاجين نشا ذره. هو كده لما هيبرد وما شاء الله بيبقبق بقى معاكي وكريمي على النار، اول ما هيبرد هتلاقيه بقى كريمه، بقى حاجه هيمسك وهيبقى تحفه. انا طبعا غرفته كده في اطباق، حابه بقى تحطي في اطباق مفروده زي ده كده. ده الطبق الصيني ده بتاع امي الله يرحمها، ياما عملت في رز بلبن وياما فرقت في رز بلبن الله يرحمها ويحسن اليها. وعملت بقى في اطباق من عندي كده، اطباق غويطه شويه وكاسات، وتشوفي انت عايزه تغرفي في ايه غرفيه. بالنسبه للتزيين طبعا انت معاكي بقى تزيني زي ما انت حابه. اللي على الوش ده انا حطيت قرفه بودر، القرفه بتبقى حلوه قوي مع الرز بلبن. انت معاكي بقى تحطي جوز هند، معاكي تحطي فول، معاكي تحطي مكسرات بقى، دي حاجه طبعا يعني ايه تبع المقدره بتاعتك. انما احنا رز بلبن يعني قرفه، الميكس نفسه مع بعضه يا جماعه لو جربتوه مش هتبطلوا تحطوها كاضافه للرز بلبن. انت كنت حاطه الرز بلبن في اطباق صغيره هيطلع معاكي كميه طبعا اكبر من ده. انا على فكره البولات بتاعتي دي كبيره، حجمها كبير جدا، يعني طبق واحد يشبع يا جماعه. اتمنى من كل قلبي ان تكون طريقتي المتواضعه ديت عجبتكم، واتمنى يا جماعه تجربوها وتحيوا العاده الجميله دي ان شاء الله في مولد النبي، وما تنسوهاش يا جماعه، وندعي لبعض. والف هنا مقدما للي هيجرب الوصفه واللي هيدوقها. ربنا يجعل ايامكم كلها لبن ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بقدمه. اشوفكم على خير، باي باي.